دلوقتي نخش على الكارثه المصغره تحصل كل مره. الموضوع مش ريحه وحشه بس، الموضوع ممكن يوصل لعدوى وتسمم وتليف في الكبد، ده لو الجراثيم عندت معاك. لما السيفون ما يتشدش فضلات بتفضل مكشوفه في الحمام، ده بيؤدي لانتشار كميه مهوله جدا بكتيريا والفيروسات والجراثيم المحموله بالهواء. تنويه بسيط بس، ما تيجي تشد السيفون بقفل الغطا اول قبل ما تشد السيفون. دراسه من جامعه كولورادو اثبتت ان السيفون نفسه لما بيجي يشتغل يعمل حاجه اسمها تويلت بلوم، يعني سحابه حمام مليانه رذاذ دقيق قوي يطير في الهواء ويوصل لغايه مترين فوق التويلت. فتخيل بقى لو السيفون ما اشتغلش اصلا، الرذاذ ده بيكون موجود بالزياده وبيقعد مده اطول هواء. الدكتور شارلز جيربا عالم ميكروبيولوجي شهير قال ان الحمامات اللي ما بيتشدش فيها السيفون بتبقى بيئه مخصبه لنمو اي كويل، شركيه القولون، نورو فيروس، سالمونيلا. كل اللي انا قلت لك عليهم دول ممكن يتسببوا تسمم غذائي واسهال وقيء والتهابات معده حاده جدا. مراكز الامريكيه لمكافحه الامراض والوقايه منها Center for Disease Control and Prevention حذر من ان الحمامات العامه اللي مش بتتنظف كويس والناس اللي ما بتشدش فيها السيفون بتكون مصدر highly infection environments، بيئات عاليه العدوى. اخطر حاجه جراثيم الطياره، الرذاذ ده مش بس بيطير، بيلزق في مقبض الباب وعلى الحيطه على ورق التويلت. ايدك لما تيجي تفتح الباب ودخلت حمام حد قبلك ما شدش السيفون فيه، غالبا انت داخل على سحابه ميكروبيه، وده بيزود خطر العدوى بشكل كبير جدا. ممكن يتسبب في مشاكل جلديه وتنفسيه خصوصا لو عندك مناعه ضعيفه. يعني اللي دخل الحمام قبلك مش بيشم ريحه وحشه وبس، ده بيشم مستقبل من امراض. سيفون مش اختياري، سيفون مش رفاهيه، سيفون سلاح وقائي. دي نهايه العالم اللي بتبدا من البلاعه.